بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ال HD Geometry والداينامش والسكالبترز برو. في البدايه خلونا نبدا بال HD Geometry. طيب احنا عندنا موديل زي اللي قدامنا ده وعايزين نشتغل على البادي اللي موجود عندنا هنا ده كده. عايز ازود فيه تفاصيل اكتر مثلا، وليكن مثلا تفاصيل للسكين بورز وكده. فلو بصينا على الموديل ده هنلاقي ان هو دلوقتي عباره عن 3.5 مليون بوليجون دلوقتي. ولو جبنا الجيومتري تاب دي هنلاقي احنا عندنا 4 سب ديفيجن. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان الليميتيشن بتاعه كل سب تول في السب ديفيجن جوه الزي برش هي 100 مليون بوليجون للسب تول الواحده. فانا لو جيت على الموديل ده وطبعا جيت مثلا عملت اي اديت هنا على الجزء مثلا بتاع الوش ده مثلا كده، جينا مثلا في برش جاهزه عندي كنت عاملها قبل كده بتعمل بورز، فلو جينا على الجزء بتاع الوش ده هنلاقي ان البورز جايه عندي بالشكل ده، يعني لحد ما شكلها كويس. ولكن لو عملنا زوم ان هنلاقي ان هي بلوري وبيكسليتد جدا بالشكل اللي قدامنا ده كده. فمحتاج ان انا ازود سب ديفيجن اكتر، فهدوس ديفايد او ادوس كنترول دي بحيث ان انا اعلي السب ديفيجن ليفل. بقى عندي 13 وشويه قرب ال 14 مليون. فلو جيت عملت كده هلاقي ان الديتيلز بقت افضل شويه ولكن لسه بيكسليتد. فهدوس كنترول زد وهعمل ديفايد كمان مره هيوصل لحدود ال 56 مليون بوليجون. فلو جيت دلوقتي وعملت كده سحبت كده هلاقي ان السكين بورز عندي بقت ديتيلد وبقت كويسه. ولكن لو قربت قوي هلاقي برضو ان هي لسه بيكسليتد، ولكن من بعيد هي ايه مقبوله شويه. تمام. طيب لو جينا عملنا نفس الايفكت ده على الدراع هنا عندي هنا كده بالشكل ده كده، هلاقي ان هي بيكسليتد رغم ان احنا على اعلى سب ديفيجن. تمام. ولو جيت عملت ديفايد تاني هيقول لي خلي بالك انت خلاص هتعدي الماكسيمم اللي هو 100 مليون في المره الجايه للسب ديفيجن، فانا مش هقدر ان انا اعلي السب ديفيجن ليفل بتاعتك اكتر من كده. طيب كده انا وصلت للليميتيشن او للسقف في السب ديفيجنز العاديه جوه الزي برش. اوكي. طيب عايزين بقى ان احنا نعلي اكتر في السب ديفيجنز ولكن في نفس الوقت ما نعديش ال 100 مليون جوه الفيو بورت هنا، بس عايزين نعلي اكتر بحيث ان هنضيف تفاصيل اكتر. هنا هيجي دور الاتش دي جيومتري. اكسس التابه بتاعت الاتش دي جيومتري من لو طفينا كده الجيومتري دي وجينا تحت هنا نلاقي في عندنا حاجه اسمها جيومتري اتش دي. هدوس عليها كليك وبعدين هدوس ديفايد اتش دي وان تايم. تلاقي ان هو كاتب لي هنا هاي ديفينيشن مش از ناو كومبوزد اوف 222 مليون بوليجون. زود اصلا السب ديفيجنز. اوكي. عشان اكسس المود بتاع الاتش دي جيومتري انا كل اللي انا محتاجه ان انا اقف بالماوس بتاعي او بالكورسر بتاعي. خلينا بس ندوس سول الاول. هنقف مثلا بالكورسر هنا كده مثلا على الوش كده، نقف هنا كده وادوس A على الكيبورد. هلاقي ان هو ياخد وقت شويه عشان يحسب. حتى الكورسر الاحمر دوت بقى فريز. تمام. هو دلوقتي بيحسب الهاي ديفينيشن مش، وهتلاقي ان هو جاب لي الاوبجكت بتاعي بالشكل ده كده قدامي هنا كده. كده انا اقدر ان انا بكل بساطه اسكالبت على الجزء ده. ولو عملنا كده كليك وسحبنا بالشكل ده كده وعملت زوم ان هلاقي ان انا مهما اعمل زوم ان هي ستيل كريسب جدا. لو هي بالنسبه لي لسه برضو شويه مش ظابطه قوي فانا هدوس كنترول زد وهدوس A على الكيبورد عشان اخرج بره الجيومتري اتش دي. وهنعمل سب ديفايد تاني للاتش دي جيومتري. يبقى عندي كده 2 سب ديفيجن ليفلز. ممكن نعمل كمان واحده او مش هنقدر نعلي اكتر من كده خلاص لان هو اوريدي احنا عدينا الليميت بتاع الجيومتري اتش دي. اي ثينك ان هو 1 بليون. لو جينا بريفرنسز كده ورحنا على ممكن نعلي الاتش دي بريفيو ماكس بولي دوت خلاص نخليه 100. والليميت اي ثينك بتاع الجيومتري اتش دي ده هيبقى مليار بوليجون 1000 مليون. طيب هنيجي على الجزء بتاع الدراع اللي كان فيه المشكله ويقف كده مثلا بالشكل ده، او ممكن اجي عشان طبعا هو الموديل ده سيمتري وانا عايز الجنبين يشتغلوا مع بعض، فانا هاجي من السايد فيو كده وهقرب هنا كده على الجزء بتاع الدراع ده وهقف هنا بالماوس بتاعي وادوس A. هيبدا ان هو يكمبوز او ان هو يكالكوليت الاتش دي جيومتري وهيعمل دايره كده حوالين الجزء اللي انا اقدر اشتغل عليه بس. ولكن الدايره ديت بتعمل زي بروجكت كده، فعشان كده جيت من السايد علشان هو الدايره اللي هو هيعملها دي هياخد السايد بتاع الجسم كله زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هو موضوع تقيل جدا وهيبقى صعب جدا، ولكن زي ما انتم شايفين كده هو ايه اخد دوس اف اخد السايد بتاعي كله بالشكل ده كده. فلو جينا هنا كده في الجزء بتاع الدراع ده وعليت السايز شويه ودوست كده كليك وعملت كده هلاقي ان سب ديفيجنز بقت ألطف شوية عن ما كانت عليه في السابق بالشكل ده كده. طبعا نقدر احنا ايه نبدأ بقى نشتغل نعمل التفاصيل اللي احنا عايزينها على الموديل بتاعنا بالشكل ده، وموجودة عندي في الجنبين يمين وشمال. تمام. فهي ديت الاتش دي جيومتري بكل بساطة. ولو عايز اخرج بره بدوس ايه تاني على الكيبورد، بس انا هعمل كنترول زد علشان نرجع التفاصيل ديت اللي احنا مش عايزينها.
دي بس كانت البرزنتيشن. وناخد في الاعتبار برضو ان الموضوع ده تقيل جدا على البروسيسور وعلى الميموري، فقبل ما اعمل اي اديت على الموديل خلينا نعمله في صوره لاير الاول. نعمل لاير بعد كده نعليها اون ونشتغل على الايديت بتاعنا، بحيث ان لو الايديت ده ما عجبناش اقدر ان اشيل اللاير واشتغل من اول وجديد بكل سهوله. فهدوس ايه تاني على الكيبورد كده علشان يطلع بره الاتش دي جيومتري. لو انا مش عايز او مش عارف ازاي ان انا اخش جوه الاتش دي جيومتري سواء بالاي او نسيت ان هو الاختصار بتاعها ايه، فانا ممكن اقدر هنا ادوس سكالبت اتش دي فهيخش جوه المود على طول. وفي عندي هنا حاجه اسمها الراديال ريجن، دي بتخلي الريجن اللي انا شغال عليها على صوره دايره. لو انا مش عايز ان هي تبقى دايره فهدوس عليها كليك هتطفي وهتبقى عباره عن سكوير. فده بكل اختصار جدا السكالبت اتش دي او الاتش دي جيومتري. وبنفس الجيومتري العاديه او السب ديفيجنز العاديه اقدر ان انا اسويتش واروح واجي ما بين الاتش دي لايرز او الاتش دي سب ديفيجن لايرز هنا كده بالسلايدر الموجود عندي ده كده. طيب فرضا ان احنا مش عايزين الجيومتري اتش دي وعايز اشيله، فهعمل ايه؟ كل اللي انا محتاج اعمله اجي من السب تول واقف على السب تول اللي انا عايزها دي وهعملها دبليكيت. فلو رحنا على الجيومتري اتش دي هلاقيه اتشال في السب تول اللي اتعمل لها دبليكيشن، هلاقي ان الجيومتري اتش دي اتشال وبقاش موجود، فمحتاج ان انا اعمله اول وجديد. فدي الطريقه اللي بنشيل بيها الجيومتري اتش دي. بعد كده هنيجي على حاجه اسمها الدايناميش. الدايناميش ممكن نفكر فيها على اساس ان احنا شغالين على كلاي او حاجه طينيه قاعدين بنشكل فيها، وكل شويه احنا عمالين بنزود جزء من الطين او جزء من الكلاي على الكتل اللي موجوده عندنا، وكل ما بزود كل ما البوليجونز بتاعتي بتزيد. تمام. طيب هي الفكره فيها ان انا ببقى شغال باريحيه وانا جوه الزي برش ومش شايل هم البوليجونز، لان كل مره بعمل فيها عمليه معينه هو بيعمل ريكالكوليشن للبوليجونز وبيعمل لها اعاده تنظيم من اول وجديد. طيب تعالوا نشوف هي بتتعمل ازاي اصلا، او احنا نقدر ناكسس الاوبشن ده ازاي. لو جينا جوه الزي برش هنا هنخش من الجيومتري، فيها هنا عندي حاجه اسمها الدايناميش تاب هنا كده اهو، هي موجوده هنا واقدر ان اكسس الاوبشن ده من هنا كده. ده الموديل بتاعنا، البوليجونز بتاعته سليمه بالشكل ده كده ومربعه كلها ومنتظمه زي ما هي موجوده عندنا بالمنظر ده كده. اوكي. طيب الدايناميش هتلغي كل الكلام ده وهتبدا ان هي تعمل موديل ببوليجونز على دماغها هي، لمجرد ان انا بس بتساعدني في السكالبت ستيج. انا دلوقتي في مرحله السكالبتنج وقاعد بشكل لسه الكلاي بتاعي، فمش شاغل دماغي بالبوليجونز، فهي بتساعدني على ده. فهنيجي من الجيومتري اول حاجه وديليت السب ديفيجنز لو انا عندي سب ديفيجنز. بعد كده هنخش من الدايناميش تاب هنا وهدوس دايناميش. اول ما ادوس دايناميش الموديل عندي هيبقى بالمنظر ده كده، والبوليجونز مربعه ومثلثه وحاجات غريبه كده، ولكن في المقابل هي كل السايزز بتاعتها واحده. يعني لو بصيتوا على البوليجون هنا هتلاقي ليه سايز هو هتلاقيه في كل حته في البادي بتاعي. طيب لو دوست كنترول زد وجيت على الدايناميش تاني وعلينا الريزوليوشن شويه، هو باي ديفولت 128، لو خلينا مثلا 1000 اوكي ودوست دايناميش هيبدا ان هو يديني موديل دنس اكتر، او مسافات ما بين البوليجونز قليله، فهيديني ريزوليوشن اعلى زي ما هو واضح قدامي هنا كده، وهيحافظ على الموديل الاساسي بتاعي الى حد ما. ولكن لو بصيتوا هتلاقي ان هو عمل له سموث شويه بالشكل ده كده. بعد ما كان هو هنا كده هتلاقي ان هو الى حد ما عمل له سموث، ممكن مثلا تحسوها في الحته دي كده. تمام. هنا كان شارب شويه وبعد كده حصل له سموثنس بالشكل ده كده. نشوف بقى الخصائص بتاعت الدايناميش. زي ما قلنا ان انا بدوس دايناميش من هنا فبيعمل كالكوليشن وبتعتمد على الريزوليوشن بتاعي من هنا. لو زودت فهيزود الدنسيتي بتاعت البوليجونز ويديني موديل الريزوليوشن بتاعته حلوه، ولو قللتها هيديني موديل مكسر. البلور او الدايناميش سموثنس كل اللي بتعمله ان هي بعد عمليه الدايناميش بتعمل سموث للتفاصيل الموجوده عندي في الموديل. فلو جينا على الدايناميش ريزوليوشن خلينا 512 وطفينا البلور ودوست الدايناميش هيلاقي ان الريزلت بتاعتي بالشكل ده كده. ممكن حتى ناخدها هنا شيفت اس كده ونيجي هنا كده ندوس كنترول زد نخلي الريزوليوشن تاني 512، بس هخلي البلور المره دي 100% وهدوس دايناميش هلاقي ان هو عمل بلور للموديل. الجزء اللي على اليمين ده من غير البلور والجزء اللي على الشمال ده بالبلور، فتلاقي ان هو مسح شويه التفاصيل بتاعه الموديل بتاعي. اوكي. ده اللي البلور بيعمله. بعد كده في عندنا حاجه اسمها الاوتو ابلاي كلاي بولش ديت. لو انا دوست عليها اون، فلو جينا مثلا على برش زي دام ستاندرد برش دوست دي اس وجيت عملت هنا كده شارب ايدج بالشكل ده لجوه والبره مثلا كده، ودوست هنا خليت دي 512 ودوست دايناميش، هلاقي ان هو الى حد ما بيحاول ان هو يحافظ على الادجز دي بالكريس. بس ممكن احنا نزود شويه الدايناميش ريزولوشن نخليه مثلا 1000 خلاص، وهنطفي البلور وادوس دايناميش
هلاقي ان هو بيعمل كريس حوالين الحاجات الكارفنج ديت اللي هي اللي طالعه والداخله دي، بيحاول ان هو يديها ايدجز او يديها زي لوب كده بحيث ان تبقى شارب جدا بالشكل ده كده عن ما كانت عليه هنا كده. اوكي، ده اللي البولش بيعمله. طيب في عندنا حاجه تانية اسمها البروجكت، الري بروجكت دايناميش. لو انا بصيت على الموديل ده قبل ما اعمل دايناميش هو عليه تفاصيل، فلو جينا مثلا هنا خلينا ديت 1000 اوكي ودوست بروجكت ودوست دايناميش، هتاخد وقت شويه، ولكن اللي هو عمله ان هو عمل دايناميش وبعد كده عمل بروجكت للتفاصيل من الموديل الاساسي على الموديل الجديد بتاعي ده. فانا تقريبا ما حسيتش بفرق قوي وانا بعمل الدايناميش هنا كده. لو بصيتوا هتلاقوا ان مفيش فرق ملحوظ قوي، لان هو كده كده عمل ري بروجكت فاخد التفاصيل من الموديل الاساسي وحطها في الموديل الموجود عندنا ده. تمام. لو جينا طفينا السولو كده وبصيت، انا عندي دلوقتي 3 سب تولز. عندي السب تول بتاعه البادي، عندي السب تول بتاعه الصدفه ديت او الجزء القداماني من الجزء بتاع السلحفه ده، والجزء اللي ورا ده. تمام. طيب انا عايز اشتغل عايز اضمهم في وان سب تول واشتغل عليهم بالدايناميش، ولكن هنشوف هنشتغل كده ازاي. هاجي من السب تول ونقول له مثلا ميرج، واقول له ميرج فيزيبل، فيعمل لي سب تول جديده للثلاثه مع بعض بالشكل ده كده. لو جينا من التابه بتاعه الدايناميش وخلينا ريزوليوشن 1000 خلاص ودوست دايناميش، لو بصيتوا دلوقتي هتلاقوا ان كل واحد فيهم مفصول تماما عن الموديل الاساسي. يعني ده لوحده وده لوحده وده لوحده، كل واحد فيهم مفصول. اوكي. حتى لو جيت بالبولي جروبس دوست اوتو جروبس هلاقي ان هو فاصل لي ده هنا وده مفصول والبادي لوحده مفصول. تمام. كلهم عباره عن 3 بولي جروبس. ولكن لو جيت بالدايناميش ودوست دايناميش كده ودوست تاني شيفت اف هلاقي ان هم كلهم بعباره عن بولي جروب واحد، ولحم الفراغات ما بينهم. حتى لو جيت بالسموث كده وعملت كده هلاقي ان هو الحتت دي هو لحمها مع بعضها والحتت دي هو لحمها مع بعضها. فده اللي الدايناميش بيعمله لو في عندي اكتر من اوبجكت جوه سب تول واحده، فبيبدا ان هو يضمهم مع بعض، عامل زي الكلاي كده اللي هو لما بيشكل الحاجات مع بعضها وبيلحم الفراغات ما بينهم وبين بعضها. اوكي، ده اوبشن. طيب فرضا انا مش عايز الاوبشن ده، فهندوس كده كنترول زد ونرجع تاني للستيت اللي هم فيهم بولي جروبس ومفصولين as 3 objects في وان سب تول، ولكن هم مفصولين عن بعض. وانا عايز اعمل دايناميش ولكن مش عايزه يلحم ال 3 objects دول ويخلي كل اوبجكت لوحده، بما ان احنا هنا وعندنا الكالر كود للاوبجكتس دي كده بالشكل ده كده. فانا عايز ان هو اعمل دايناميش ولكن يحافظ لي على الاوبجكتس ديت مفصوله عن بعضها. فانا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا هاجي من الدايناميش تاب وهدوس على المالتي جروبس دايناميش. اوكي، وهدوس على دايناميش هلاقي ان هو ساب لي 3 اوبجكتس مفصولين، ولكن عمل لكل واحده فيهم دايناميش بالشكل اللي موجود عندي ده، واقدر ان انا اشتغل على كل واحده فيهم باريحيه تماما. نعمل اي حاجه نو كده ولا ان احنا ايه شغالين على 3 اوبجكتس مفصولين عندنا بالشكل ده كده. تمام. طيب دلوقتي بعد ما عملنا الدايناميش وجيت اشتغلت على مثلا هنا مثلا على الجزئيه دي كده مثلا، وجيت حبيت ان انا مثلا اقطع في الموديل ده كده واعمل كده ونعمل كده، لان الدنيا هنا بيكسليتد شويه. طب ازاي ان انا ازود الدايناميش ريزوليوشن؟ عشان ازود الدايناميش ريزوليوشن طبعا مش هدوس كنترول دي عشان اعمل سب ديفيجن، مش هعمل كده. احنا جوه الدايناميش طالما هي اون فاحنا ليها الرولز بتاعتها. عشان ازود الريزوليوشن بتاع الدايناميش كل اللي انا محتاج اعمله وهي شغاله بعد ما عملت الايديت، هاجي على الريزوليوشن دي وازود البار ده بدل ما كان 1000 مثلا نخليه 1700 وشويه. بعد كده اجي في الفاضي هنا هدوس كنترول كليك واسحب بالشكل ده كده، هلاقي ان هو بدل ما كان الموديل كان كده بقى بالشكل ده كده. حتى لو بصيتوا فوق هنلاقي ان احنا عندنا كان 1,300,000 وشويه بقى 2 مليون بوليجون. تمام. فكده هو زود الدايناميش ريزوليوشن. طيب فرضا انا بعد ما عملت الايديت كده هو مثلا حبيت ان انا عايز اقلل الدايناميش ريزوليوشن، فانا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا انزل بالبار بتاع الريزوليوشن ده كده كنترول واسحب في الفاضي، هيبدا ان هو يقلل في الاجزاء بتاعه الموديل اللي انا شغال عليها بالشكل ده كده. تمام. لو جينا مثلا عملنا هنا كده ونسحب بالشكل ده كده يقلل فيه من المنظر ده كده. ولكن لو انتوا بصيتوا هو بيقلل في الحته اللي انا عدلت عليها، ما قللش في الاجزاء اللي هي ما تعدلش عليها لسه. اوكي، فديت حاجات احنا ممكن ايه نقعد نجرب فيها ونقعد نلعب فيها طول اليوم ونقعد نشوف هي بتعمل ايه وايه اللي بيفت اور نيدز فيها، ونقدر ان احنا نتعلمها بكل بساطه. فيعني النصيحه ان انتوا ايه تبداوا انتوا تجيبوا موديل وتجربوا الدايناميش دي بتعمل ايه والجروب بيعمل ايه والبلور بيعمل ايه، وتبداوا ايه تحللوا كده وتذاكروا ايه الاختلافات ما بينهم بحيث ان انتوا يبقى عندكم درايه اكتر بالتول يعني. ولكن ديت الدايناميش. اخيرا عندنا السكالبترز برو. ولكن قبل ما نخش في السكالبترز برو نتكلم عنه، خلينا نشوف
المشاكل اللي بتواجهنا وبتعيق البروجرس بتاعنا جوه في الدايناميش، وهنبدا نحلها بالسكالبترز برو. لو انا عندي الموديل ده ومعمول عليه دايناميش، لو فتحنا الجيومتري تاب دايناميش هنلاقي ان معمول عليه دايناميش، ولو دوست شيفت اف عشان اجيب الواير فريم، وجينا بالسنيك هوك براش، لو دوست بي اس اتش وجينا في الجنب ده كده ودوست كليك وبدات ان انا اسحب علشان اعمل زي حاجه شبه السبايك كده، فهلاقي ان الموديل عندي البوليجونز بتاعته مكسره جدا وصعب ان انا اعمل عليها اي اديت في الوقت الحالي ده. علشان اقدر ان انا افكس البروبلم دي محتاج ان انا اجي ادوس كنترول واسحب في الفاضي كده فيعمل ريكالكوليشن للموديل بتاعي بالمنظر ده. ولكن المشكله هنا ان هو اولا ادانا شكل مكسر هنا رغم ان هو فيه بوليجونز، ولكن شكل مكسر محتاج ان انا اجي اعمل سموث بالشكل ده. خلاص، تاني حاجه ان هو عمل دايناميش اوبجكت كله على بعضه اللي انا شغال عليه اللي هو البادي ده كده. لو دوست كنترول زد او رجعنا كده هنلاقي ان هو عمل دايناميش لكل الاوبجكت، فدي انا مش عايز، لان هو ممكن يضيع تفاصيل معينه انا شغال عليها صغيره جدا في الهيد مثلا، ولما اعمل دايناميش كتير بيبدا ان هو يسموث الديتيلز اللي عندي دي. فعلشان نحل المشكله دي هنا بتيجي بقى فكره السكالبترز برو. بيشتغل ازاي؟ اولا سواء انا طافي الدايناميش او شغال، خلينا نطفي الدايناميش دلوقتي وهنيجي من ستروك. في عندنا هنا حاجه اسمها سكالبترز برو، هدوس عليها كليك وهقف على الايكون دي هلاقي ان هو اكتيفيت سكالبترز برو مود، وليها شورت كات اللي هو الداش اللي هي الميله اللي هي فوق الانتر، فهندوس عليها كليك كده. اول ما ادوس عليها هلاقي ان البراش عندي لونها اتغير بقى، بدل ما كانت باللون الاحمر اللي هو ده بقى بلونها موف عندي بالشكل ده كده. تمام. طيب علشان نشوف الايفكت بتاعها مظبوط خليني اجي شيفت اف وبالسنيك هوك براش برده تاني وهدوس كليك واسحب، وانا بسحب هلاقي ان هو بيجنريت بوليجونز على طول الموديل اللي عندي ده، مش زي الدايناميش. لو انا جيت قفلت كده السكالبترز برو وجيت عملت الموديل ده تاني كده هلاقوا الفرق ما بين الموديل عادي بالدايناميش وما بين السكالبترز برو. فميزه السكالبترز برو ان هو بيجنريت بوليجونز لايف وانا شغال، فاقدر ان انا عن طريقه ان انا اعمل اي ديتيلز انا عايزها. فرضا انا عايز اجي بالدام ستاندرد هدوس بي دي اس وهاجي هنا كده اصغر السايز بتاع البرش وهعمل الشكل ده كده بالدام ستاندرد، هلاقي ان التفاصيل بيكسليتد جدا. ولكن لو دوست على الشرطه المايله اللي فوق الانتر او لو جيت من ستروك ودوست سكالبترز برو وبنفس السايز وجينا مشينا كده هلاقي ان التفاصيل واو كريسب جدا وديتيلد جدا. ولكن هنا التركايه ان انا لو شغلت الواير فريم هلاقي ان من غير السكالبترز برو هو ما بيغيرش اي حاجه في البوليجونز بتاعت المش، ولكن بالسكالبترز برو هو بوش بوليجونز في المكان اللي انا بعمل فيه السكالبت بتاعي علشان يحافظ على الديتيلز. ولو صغرت السايز اكتر وجيت مشيت كده هيعمل بوليجونز اكتر بحيث ان هو يحاول ان هو يحافظ على البوليجونز بتاعتي دي. طيب لو كبرت السايز وجينا مشينا كده هنلاقي ان هو هيبدا ان هو يكبر السايز ويمسح السايزز الصغيره دي علشان يهولد الديتيل الجديده اللي عندي دي. ولو كبرت السايز اكتر وجيت بالسموث براش بالشيفت ودوست كليك كده هيبدا ان هو ينعم الاجزاء دي كلها بالشكل ده. ولو قللت السايز دوست شيفت هيبدا ان هو يزود بوليجونز عندي بالمنظر ده كده. تمام. فالسكالبترز برو هو معتمد على السايز بتاع البرش ونوع البرش اللي انا بستخدمها، ولكن هو مش شغال مع الموف برش. لو جينا كده دوست بي ام في وجينا كده حاولنا نشغل السكالبترز برو هنلاقي ان هو مطفي وما بيشتغلش مع الموف برش، بيشتغل مع البراشات الثانيه الا الموف برش، يعني كل البراشات الا الموف برش. اوكي. فممكن مثلا نستخدم السنيك هوك بي اس اتش ونحن نستخدمها از حاجه بديله للموف برش. اننا مثلا عايزين نعمل بوش دي مثلا كده. اوكي. عايزين مثلا ولكن مثلا عايزين نعمل سبايك مثلا بشكل معين مثلا بالمنظر ده كده ونشد مثلا دي كده، فهنلاقي ان هو ايه بيجنريت معانا بوليجونز وبيديني حاجه لايف واقدر ان انا اعمل بيها الاشكال اللي انا عايزها بكل سهوله. فده السكالبترز برو بيعمله. طيب خلونا نجيب الستروك منيو دي، هدوس هنا كليك كده ونجيب عندنا في الجنب ده عشان هنحتاجها. ممكن نطفي التول دي كده ونسيب الستروك ديت عشان نشرح عليها افضل بدل ما كل شويه نقعد ندخل ونطلع من المنيو. اوكي. ده الديفولت سيتنج للسكالبترز برو واحنا مشغلين. لو بصيتوا عندنا هتلاقوا في حاجه اسمها الادابتيف سايز، لو دوست عليها كليك طفيتها ده معناها في اي مره انا هاجي اعمل فيها اي اديت لو بصيتوا كده مثلا هتلاقوا ان هو بيعمل حاجه غريبه جدا. لكن لو طفينا الواير فريم وشغلناه تاني هلاقي ان هو بيكسر الموديل بتاعي
وبيقلل في البوليجونز بتاعته مهما صغرت السايز. يعني مثلا لو صغرت السايز كده وجيت مشيت بالشكل ده كده وطفينا واير فريم وشغلناه تاني، هنلاقي ان هو بيقلل البوليجونز مش بيزودها. ولو كبرنا السايز وجينا عملنا كده هنلاقي ان هو بيقلل البوليجونز برده مش بيزودها. طب ايه اللي بيحصل ده؟ طيب اللي بيحصل ده هنا في عندي هنا حاجه اسمها السب ديفايد سايز. هو باي ديفولت 1، ولكن لو جينا خليناه 0.1 كده وجينا مشينا بالبرش بالشكل ده كده هنلاقي ان الموضوع بدأ يبقى احسن شويه. ولو جينا قللناه اكتر، خلينا مثلا 0.01 كده وجينا بنفس السايز ومشينا كده، هنلاقي ان هو بيزود سب ديفيجن. فالسب ديفايد سايز ده كل ما يقل كل ما الدنسيتي بتاعت البوليجونز هتزيد مهما كان السايز بتاع البرش اللي انا طفيت الادابتيف سايز. الادابتيف سايز دي وهي اون فهو هيشتغل بالسب ديفيجن سايز بناء على السايز بتاعت البرش. لو السايز كبرت هيخلي الدنسيتي بتاعت البوليجونز قليله، ولو السايز صغر هيخلي الدنسيتي بتاعت البوليجونز كتيره. هي علاقه عكسيه ما بينهم يعني. تمام. وهي مطفيه دلوقتي كده، لو جينا صغرنا السايز ومشينا كده هنلاقي البوليجونز عندنا بالمنظر ده. ولو كبرت السايز برضو هنلاقي ان هو نفس المسافات ما بين البوليجونز هي هنا وهنا بغض النظر عن السايز بتاع البرش. ولكن لو رجعنا كده كنترول زد وشغلنا الادابتيف سايز وجينا مشينا بالبرش كده هنلاقي ان الموديل بقى دنس جدا. ولو كبرنا السايز هنلاقيه بالمنظر ده كده. لو قللنا السايز شغل السكالبترز برو. طبعا لما انا كبرت السايز كده وجيت مشيت بالشكل ده هيقول لي المش composed of too many polygons، واحنا مش هنقدر ان احنا نعملها علشان الماكسيمم سكالبترز بوليجونز من البريفرنسز مش متظبط. فلو رحنا على الميموري وجينا على الماكس سكالبترز برو بوليجونز خليناه 10 وجينا جربنا تاني كده بالسكالبترز برو ومشينا بالشكل ده كده هنلاقي ان هو بيعمل الافكت ده. بس طبعا هو لاجي جدا علشان السب ديفايد هنا احنا مقللينها قوي. فلو دوست كنترول زد وخلينا السب ديفيجن دي 1 زي ما كانت وجينا مشينا بالبرش دي كده هنلاقي ان هو شغال سموث معايا ومفيش اي مشكله خالص. لو انا عايز اخليها ديتيلد اكتر فممكن نخليها مثلا نص بحيث ان هي تبقى معايا بالشكل ده، بس ما اقللهاش قوي يعني وانا مشغل الادابتيف علشان ما يبقاش لاجي وما يبقاش ان هو مش قادر انا اشتغل بيه يعني. تمام. طيب ده بالنسبه للادابتيف سايز والسب ديفيجن سايز. لو رجعنا خليناه 1 تاني بالشكل ده هنيجي في عندنا حاجه اسمها كومبايند. الكومبايند لو انتوا فاكرين ان انا لما صغرت السايز وجينا مشينا كده وجيت كبرت السايز وجيت مشيت كده هو مسح البوليجونز الصغيره دي وعمل اوفر رايد عليها بالبوليجونز الكبيره. طيب لو جينا طفينا الكومبايند وجيت مشيت كده بالشكل ده هلاقي ان هو ما مسحش البوليجونز الصغيره ولكن سابها زي ما هي. ولو في بوليجونز اقل منها في السايز هيبدا ان هو يزود. يعني مثلا لو جينا كده مشينا بالشكل ده وجيت كبرت السايز ومشيت هنا كده هلاقي ان هو ما عملش اي اوفر رايد للبوليجونز الصغيره دي. ولكن لو صغرت السايز بتاع البرش ومشيت كده هلاقي ان هو هيزود. فالكومباين دي لو انا طفيتها كل اللي هو هيعمله ان هو هيقارن ما بين الستروكس. لو انا مشيت بستروك وليكن مثلا السايز بتاعها 1 بعد كده مشيت بالستروك السايز بتاعها 5 فدي اكبر من الواحد فهو مش هيغير اي حاجه في البوليجونز. ولكن لو مشيت بسايز اقل من الواحد ولكن نص هيبدا ان هو يوفر رايد البوليجونز عندي بالشكل ده ويزود دنسيتي علشان يكيب اب بالديتيلز اللي انا حطيتها على الموديل بالشكل ده كده. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو ده، وكل المطلوب مننا ان احنا نرجع تاني نتفرج عليه ونبدا ان احنا نطبق ونشوف التولز والاوبشنز اللي موجوده جوه الزي برش السكالبترز برو والدايناميش والاتش دي جيومتري ونشتغل بيهم ونتعلمهم ونعرف الليميتيشن بتاعتهم وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. وفي النهايه لو وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو فاكيد المحتوى عجبكم، فما تنسوش اللايك والشير. ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. وفي دلوقتي على الديسكورد سيرفر سبسكريبشنز بيزد مودلز لو انتوا حابين تتعمقوا اكتر في عالم 3 دي كاركترز ويكون في متابعه شخصيه معايا فهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.